صلاة النبي تملى القلوب يا عمي صلي على النبي تلاقي خير حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا عمي صلي على النبي تلاقي خير امتى ازورك يا نبي واقعد حداك وانظر حمام الحمى حول المقام حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي أوقاتكم يا أحلى ناس. كيفكم؟ شو أخباركم؟ الله يسعدكم يا رب. وصفتنا اليوم طيبة وسهلة وكل الناس بتحبها، وفينا نساويها بفرن وبدون فرن. يعني اللي ما بيحب الزيوت والأليفية يخبزها بالفرن بتطلع ناجحة وطيبة كتير. بنبلش بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبنبدأ بالعجينة ومكوناتها. العجينة بدها 5 أكواب طحين و100 غرام زبدة وحبتين بيض و4 معالق سكر كبار وملعقة خميرة فورية كبيرة وذرة ملح وملعقة خل أبيض كبيرة وملعقة صغيرة فانيليا وبيكنج بودر وكوب حليب سائل. ممكن أحتاج أكتر، إذا احتجت برجع بضيف لها مي فاترة. المقادير إن شاء الله بتلاقوها بصندوق الوصف بالكامل. أول شي بدي أخلط كل المواد الجافة مع بعض. بنزل على الطحين السكر والخميرة الفورية والفانيليا والبيكنج باودر. خلطت كل المواد مع بعض وبعدين بدي أنزل عليهم السوائل. حبايبي الخميرة إذا مو متأكدين من فعاليتها عملوا لها اختبار بكاسة مي فاترة مع معلقة سكر واستنوا عليها 3 دقايق، وإذا فارت وصار على وجهها رغوة معناتها الخميرة شغالة. أنا متأكدة من الخميرة اللي عندي، مشان هيك بحطها دغري على الطحين. بعد ما خلطت المواد الجافة مع بعض سويت حفرة بالوسط ونزلت عليهم كوب الحليب وحبتين البيض وملعقة الخل. خلطتهم منيح بالشوكة وبعدين بلشت أعجن بإيدي. رجعت ضفت للعجينة نص كوب مي دافية وصارت العجينة تمام. نزلت عليهم الزبدة وعجنتها مشان تعطيها للعجينة نعومة. بكملها عجن مدة 5 دقايق وبتركها تختمر مدة ساعة تقريبا. وهلا بدي جهز الصوص لتغطية الدونات. رح ساوي صوص ابيض وصوص شوكولا. رح بلش بالصوص الابيض، كتير طيب ومناسب لتزيين الكيك والحلويات. نزلت بالخلاط نص كوب حليب سائل و3 معالق حليب بودرة كبار وملعقة فانيليا صغيرة ونص كوب سكر ونص كوب زيت. الزيت رح نزله بالتدريج بعد ما شغل الخلاط عليهم. ايضا رح خليلكم المقادير في صندوق الوصف. وإذا حسيتوا الصوص تقيل شوي رجعوا ضيفوله ربع كوب حليب وبالتدريج حتى ما يصير كتير خفيف. وهلأ بدي ساوي صوص الشوكولا. بدي نص كوب حليب سائل ونص كوب سكر عادي، ورح اضيف معلقتين حليب بودرة. فيكم تستغنوا عنها بس انا مشان يطلع الصوص تقيل رح اضيف معلقتين حليب بودرة ومعلقة صغيرة نسكافيه عشان طعمة الشوكولا و3 معالق كاكاو خام. هلا بخلط المكونات مع بعضهم وبرجع بنزل الزيت عليهم بالتدريج. لازم نحركه بالملعقة مشان نشيل كل شي ملزق على الحواف.
وهاد قوام الصوص. لسه بس اتركه شوي لبين ما اخلص قلي الدونات بيتقل اكتر. بعد ما اختمرت العجينة صار لازم مدها وقطعها. مد العجينة وما برقها كتير ولا بتركها سميكة، لأن بدها ترجع تختمر العجينة بعد التقطيع. بقطعها بأي أداة دائرية عندي، ما ضروري شكل الوردة، وممكن بكاسة أو بغطا إبريق. وبأي فورمة أو قطعة دائرية صغيرة بعمله حفرة من الوسط، ممكن بغطا قنينة مي أو تم القنينة. بخلص كل الكمية وبتركها ترتاح وتختمر بالصواني شي نص ساعة تقريبا. هلا لو في ورق زبدة كتير بيسهل عليكي الشغل، يعني بقطع الورق على شكل مربعات صغيرة وبحط كل قطعة على شقفة ورقة أحسن ما رش أسفل العجينة طحين. وبهاي الحالة ما بضطر نضف كل قطعة من الطحين قبل ما انزلها بالمقلة. بحمر زيت شوي وما بخليه يحمى كتير وبقلي قطع الدونات. واهم شي وانا عم بقلي الدونات ما اتركهم لحتى يحمروا من الجانب التاني، لازم ضل رش الوجه التاني بالزيت بهذا الشكل حتى ما يصيروا فقاقيع. والتزيين على ذوقكم. انا زينت بصوص الشوكولا الابيض والكاكاو مثل ما واضح عليكم، وزينت البعض بجوز مكسر وحبوب الفرماسيل، والنتيجة كانت خرافية، طعم طيب وشكل اروع، كتير خفيفة وطراوتها اسفنجية.
ان شاء الله تكون الطريقة نالت اعجابكم، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. واذا عجبكم الفيديو كالعادة ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع الاقارب والاصدقاء وتحطوا لايك كبير كتير، واللي جديد على القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. استودعكم الله تعالى، والى اللقاء في فيديو جديد.